الصين المصغرة داخل مدينة اسطنبول. اليوم راح أعرفكم على أكبر سوق جملة موجود في مدينة اسطنبول. سوق جملة ممكن تلاقوا أي شيء ممكن تكونوا عم تدوروا عليه في مدينة اسطنبول. لايك وفولو ويلا نتعرف على المكان مع بعض. سوق إستوج في منطقة محمود بي وسط مدينة اسطنبول. تم إنشاء هذا السوق سنة 1948 في منطقة محمود بي التابعة لبلدية باجيلار، وتم تأسيس هذا السوق على أرض مساحتها 1,100,000 متر مربع. ولأنه هذا السوق أهم سوق جملة في تركيا، افتتحت بلدية اسطنبول محطة مترو باسم السوق، والمحطة موجودة مباشرة أمام المدخل الرئيسي للسوق. وسوق إستوش هو عبارة عن جمعية تعاونية أسسها في البداية تجار الجملة من مختلف المهن. وفي هذا السوق يتم بيع الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، والمعدات الصناعية، والسلع البلاستيكية، والميلامين، والقرطاسية، والورق، والمواد الغذائية، والمفروشات المكتبية، والأثاث المنزلي، والمنسوجات، والأدوات المنزلية، وأدوات المطبخ من أواني زجاجية وغيرها. ويوجد أيضا المنتجات الطبية والترويجية، ومستلزمات الصيد والتخييم، وبيع وشراء السيارات المستعملة. ويوجد قسم خاص كامل لبيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. والمميز في هذا السوق أنه تم تقسيمه إلى أقسام عديدة، كل قسم فيه له اختصاص معين. ويعتبر سوق إستوش اليوم أحد أكبر أسواق الجملة، ويرتاده أصحاب المتاجر والمعامل والمصانع ورواد الأعمال. كما يوفر أيضا السوق أقساما للعامة ليتمكنوا من شراء حاجياتهم. وكل المحلات التجارية عندها شحن لكل دول العالم. وهذا الفيديو هو الجزء الثالث من تغطيتنا لأسواق الجملة في مدينة اسطنبول. وبنهاية الفيديو لا تنسى تتابعني أنا غيث هاشم، وانتظروني في فيديوهات قادمة.